بسم الله الرحمن الرحيم. برحب طبعا بكل مشاهديني في قناة كريم شحاتة، ملعب كريم شحاتة. بقالي كتير ما اتكلمتش معاكم، لكن النهارده بقى يعني خلال الفترة القادمة ان شاء الله نتكلم مع بعض كده شوية كل يوم. هقول لكم شوية اخبار يعني مهمة في الوسط الرياضي، وخصوصا من النادي الاهلي ومن نادي الزمالك في الفترة الحالية. الناس طبعا عايزة تعرف اخبار الاهلي في داخلين خلاص الشهر الجاي على انتقالات يناير، والأندية بتحاول اللي هي تعمل صفقات وتجيب النواقص اللي عندها. كل نادي بيحاول يقوي فرقته، بيقوي صفوفه عشان ينافس على البطولات اللي بيشارك فيها. طبعا انتوا عارفين ان الزمالك بيلعب في الكونفدرالية ودوري، ووصل لنهائي كاس مصر مع الاهلي ان شاء الله في شهر مارس. الاهلي عنده كاس عالم انديه، بينافس على بطولة دوري أبطال أفريقيا، بينافس على الدوري المصري، وبرضه عنده نهائي مع الزمالك في كأس مصر. خليني أقول لكم الأهلي بيفكر إزاي خلال الفترة القادمة في اللعيبة اللي هو عايز يتعاقد معاهم. الأهلي عايز يعمل 3 صفقات في شهر يناير القادم إن شاء الله. ال3 صفقات منهم اتنين خلاص يعني وقعوا في النادي الأهلي. عمر كمال عبد الواحد، وخلاص عمر يعني اعتبروه في النادي الاهلي في شهر يناير القادم، وحصل اكتر من جلسه ما بين اداره الناديين، اداره فيوتشر واداره الاهلي، وعمر خلاص هيكون في النادي الاهلي في شهر يناير القادم. وكان نادي فيوتشر طلب ان هو ياخد 3 لاعبين من الاهلي مقابل عمر كمال عبد الواحد. كان نادي فيوتشر طلب صلاح محسن، وطلب كريم نيدفيد، وطلب خالد عبد الفتاح. ولكن يعني كريم نيدفيد كولر رفض، قال لك لا، انا محتاج كريم نيدفيد في نص الملعب، ان انا يعني بحتاج لعيبه كتير جدا في نص الملعب. ما عندوش مشكله ان خالد عبد الفتاح ينتقل لنادي فيوتشر. وصلاح محسن انتوا عارفين يعني بيرفض دايما الاعارات خارج النادي الاهلي، ولكن عمر كمال عبد الواحد اعتبروه خلاص في النادي الاهلي. الصفقه الثانيه اللي النادي الاهلي عايزها وبشده، خصوصا بعد فشل موديست حتى الان، وواضح ان موديست كمان يعني مش هيتطور خلال الفتره القادمه، بقاله فتره ما بيلعبش، السن كبر شويه، وشفناه في الماتشات اللي فاتت بطيء، ويعني رد فعله بتاعه بطيء جدا داخل منطقه الجزاء. مش هو موديست اللي احنا شفناه من سنتين في البوندسليجا مع بروسيا دورتموند. الهدف بتاع النادي الاهلي هو عايز يتعاقد مع مهاجم سوبر، مهاجم مميز جدا، ان المركز ده ناقص جدا في النادي الاهلي. الاهلي عنده كهربا وعنده صلاح محسن، لكن مش مهاجمين صراحه، مش المهاجم رقم 9 اللي هو بتاع مهاجم صندوق. فالاهلي اختار ان هو يتعاقد مع احمد امين اوفا، مهاجم نادي امبي. يمكن انا قايل الكلام ده في البرنامج من فتره كبيره، ولكن في مشكله بتواجه النادي الاهلي في التعاقد مع احمد امين اوفا. نادي امبي طالب مبلغ كبير جدا. الاهلي على فكره عايز اوفا في شهر يناير اللي جاي، بس امبي طالب مبلغ كبير جدا، حوالي 40 مليون جنيه. يمكن السعر ده او الرقم ده من بق رئيس نادي امبي الاستاذ ايمن الشريعي. 40 مليون جنيه نادي امبي طالبهم للتعاقد او يبيعوا اوفا للنادي الاهلي، بالاضافه الى الفلوس بتاعت حمدي فتحي. ايه هي الفلوس بتاعت حمدي فتحي؟ انتوا عارفين ان حمدي فتحي كان لاعب في نادي امبي، ونادي امبي باعه للنادي الاهلي. ولما النادي الاهلي كان محطوط بند في العقد ما بين الاهلي وامبي ان لو حمدي فتحي تم اعاده بيعه، نادي امبي ياخد نسبه حوالي 20% من قيمه التعاقد. فطبعا الاهلي لما باع حمدي فتحي لنادي الوكره القطري، بقى نادي امبي عايز من الاهلي قيمه اعاده البيع او النسبه بتاعته في اعاده بيع حمدي فتحي للوكره القطري. ونادي امبي حاول كتير جدا الفتره اللي فاتت ان هو يتواصل مع اداره النادي الاهلي عشان ياخد فلوس حمدي فتحي، ولكن ما كانش فيه رد خالص من اداره النادي الاهلي. وبالتالي امبي اليومين دول بقى وهو النادي الاهلي عايز احمد امين اوفا، امبي بيقول لك مش هتكلم في حاجه على احمد امين اوفا خالص غير لما تدونا الفلوس بتاعه نسبه اعاده بيع حمدي فتحي. فصفقه احمد امين اوفا هتتوقف على ان النادي الاهلي يدفع الاول الفلوس بتاعه نسبه الاعاده البيع بتاعه حمدي فتحي النادي الوكره القطري، ان نادي امبي ليه حق في النسبه دي طبعا. ولكن الاهلي طبعا ما عندوش حل غير كده، ما يقدرش حتى يتعاقد مع لعيب اجنبي او مهاجم اجنبي، ان هو عنده عدد المهاجمين كامل، عدد الاجانب كاملين في النادي الاهلي. وبالتالي النادي الاهلي ما عندوش غير احمد امين اوفا، هو الافضل وهو اللي ظاهر على الساحه. في كمان مروان حمدي
لاعب النادي المصري، ولكن الاهلي مش هيقدر يتواصل مباشرة او يتفاوض مباشرة مع النادي المصري، ان النادي المصري برضو هتبقى صعبة ان المصري يبيع لعيب للنادي الاهلي او الاهلي يتفاوض مع النادي المصري عشان مروان حمدي. لكن هو دلوقتي الاهلي عايز احمد امين اوفا مهاجم نادي امبي، لكن زي ما قلت لكم الصفقة مش هتتم او مش هيبدأ التفاوض غير لما الاهلي يدفع فلوس نسبة اعادة حمدي فتحي، نسبة بيع او نسبة اعادة بيع حمدي فتحي للوكرة القطري. لكن صفقة امين اوفا لو موضوع حمدي فتحي خلص والفلوس اتدفعت ممكن الصفقة تتم في شهر يناير القادم. الاهلي محتاج مهاجم خلال الفترة القادمة، يعني بالنسبة لعمر كمال عبد الواحد واحمد امين اوفا هيبقى في شهر يناير. الصفقة الثالثة للاهلي خلاص خلصها ووقع للنادي الاهلي، وكل اللي بيحصل حوالينا ده مجرد رغي وتضييع وقت واي كلام. صفقة احمد فتوح، احمد فتوح وقع للنادي الاهلي من فترة، وانتوا عارفين ان السنة الجاية الاهلي مش هيجدد التعاقد مع علي معلول، يعني عقده هيخلص. وطبعا علي معلول ادى فترة جامدة جدا في النادي الاهلي و7 سنين بطولات ومستوى ما شاء الله وتاريخ كبير عمله علي معلول. فالنادي الاهلي يعني بسبب موضوع الدولار وزيادة سعر الدولار هيسيب علي معلول بعد نهاية عقده، ان علي معلول يعني يقدر يحترف بقى في اي دولة خليجية او في نادي عربي خليجي. وبالتالي كان النادي الاهلي بيدور على ظهير ايسر، وكان حاطط عينه على 2 لعيبه. احمد فتوح لاعب الزمالك كان عقده هينتهي مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الحالي، ومحمد حمدي الظهير الايسر لنادي بيراميدز. لكن محمد حمدي خلاص وقع وجدد عقده مع نادي بيراميدز بمقابل 17 مليون جنيه، وبالتالي خلاص محمد حمدي هيبقى لمده 3 سنوات في نادي بيراميدز. فالاهلي عايز يجيب لعيب كمان يكون جامد وقوي مكان علي معلول، لان علي معلول كان ورقه مهمه جدا او لعيب مهم جدا في النادي الاهلي. فالاهلي يعني جاب على فكره احمد فتوح ووقع، وسبب ان احمد فتوح بيماطل المسؤولين في نادي الزمالك انه موقع كده كده في النادي الاهلي. لكن طبعا احمد فتوح مش هينضم للنادي الاهلي السنه دي في شهر يناير، ان لو الاهلي عايز احمد فتوح السنه دي لازم يدفع فلوس لنادي الزمالك عشان ياخده، وده مش هيحصل. فالاهلي هيستنى لنهايه الموسم عشان يضم احمد فتوح. كمان كهربا يعتبر اكتر من مره يعتبر وسيط النادي الاهلي في صفقه فتوح، ان كهربا قريب جدا من فتوح وصديقه جدا، والمسؤولين في النادي الاهلي اتكلموا مع كهربا انه يكلم فتوح اكتر من مره. وده حصل خلال الفتره اللي فاتت، ان حصل اجتماعات كتير او يعني مقابلات كتير ما بين كهربا وفتوح، وكان كهربا بيقنعه ان هو ينضم للنادي الاهلي. وده هيحصل بدايه من الموسم القادم، هنلاقي احمد فتوح بعد عقده ما ينتهي مع الزمالك لاعب في النادي الاهلي في الموسم القادم. في برضه مفاجاه تانية ولكن في نادي الزمالك، محمد صبحي حارس مرمى نادي الزمالك برضه عقده ينتهي مع نادي الزمالك بنهايه الموسم الحالي. ومحمد صبحي انا بقول لكم وهتعرفوا الكلام ده قدام شويه وقع خلاص في نادي بيراميدز. محمد صبحي حارس نادي الزمالك وقع خلاص في نادي بيراميدز، وهينتقل لنادي بيراميدز من الموسم القادم. دي يعني اهم الاخبار حاليا الانتقالات بالنسبه للاهلي والزمالك. طبعا الزمالك مش قادر يتحرك بشكل كبير جدا في الانتقالات، ان القيد عنده موقوف ولسه ما حلش مشكلته مع سبورتنج لشبونه، وكان سبورتنج لشبونه رفض موضوع تقسيط المبلغ وان هو يفك القيد. فالزمالك مش قادر يتحرك ومش قادر يتكلم مع لاعبين جداد على شهر يناير بسبب لسه موضوع ايقاف القيد ما اتحلش في نادي الزمالك. بشكركم ونتقابل على خير قريب ان شاء الله.